الخوف والقلق. مش هنتكلم عن الجزء العصبي اللي بيشتغل على المخ وبيعمل ايه في المخ، لا، هتكلم على جزء مهم جدا، وهي المشاعر والافكار، لان هي اللي بتبتدي الاول. طول ما بيكون الشخص خايف او قلقان بتولد عنده افكار كتيره جدا، افكار وتصورات وتخيلات. يعني انا مثلا بفضل اتخيل ازاي انا الشيء اللي انا خايف منه ده، بتخيل ان هو بيهجم عليا او بيضرني او بيمسني بحاجه قويه جدا او بيوجعني جدا، او الافكار دي هتبني المستقبل بتاعي هتبقى ازاي. فالمفروض لما يكون جايلي حد خايف من حاجه، ببتدي اشتغل معاه واطمنه وافسر له كل شيء عشان ما يزيدش عندي القلق ولا اعراض القلق اللي هي الالم في المعده، مشاكل عصبيه، توتر زياده، بيوقف حياته ساعات. فلما يكون عندك حد خايف، اسعى انك تطمنه اكتر ما تزود عنده اعراض القلق، هرمون السعاده.